ايه يا اسطى انت وقفت ليه هنا؟ بصراحه كده يا استاذه، الاجره اللي احنا اتفقنا عليها مش عجباني. يا نهار اسود، يعني انت جايبني في المكان المقطوع ده عشان تقول لي ان الاجره مش عاجباك؟ مقطوع ايه يا ابله؟ كلنا جيراننا وعارفيننا بعضينا. جيران ايه وانت بتقول ايه اصلا يا جدع انت؟ يلا يا استاذ والنبي شوف مصلحتك يا واد وشوف المشوار وانا هبقى اديك الاجره اللي احنا متفقين عليها. الله حول ولا قوه الا بالله. بقول لك يا استاذه الاجره غلت. انا واحد صاحبي كلمني دلوقتي وقال لي البنزين رفع. هو انت جاي ان انت دلوقتي تفتكر هو في ايه يا جدع انت؟ وبعدين رفع ما رفعش دي بتاعتك مش بتاعتي، انا ليا ان قبل ما يرفع انا كنت متفقه معاك على ايه؟ بقول لك يا استاذه، توتو على كبوته، هتدفعي همش، مش هتدفعي مش همش. استغفر الله العظيم يا رب، يعني ايه يعني؟ ما تفهمني انت عايز ايه دلوقتي؟ بقول لك يا استاذه، انت شكلك كده هتوجع دماغي، مش هتدفعي انزلي يلا. يا جدع انت يعني احنا متفقين تجيبني مكان مقطوع وتقول لي انزلي؟ مش صح على فكره كده ولا رجوله منك. بص يا حاج، انا عايزك تزرع لي الثلاث حتات دول برسيم، تمام؟ والبوس بقى خليه الناحيه الثانيه. تمام انا هظبط لك كل حاجه واللي انت عايزه انا هعمله لك. تمام. ايه ده؟ هو ايه الصوت اللي بره ده؟ بره. طب تعالوا كده. تعالى يا عم نشوف فيها. يا استاذ والنبي بالله عليك يلا مشينا من المكان يا المقطوع استاذ ده. انا مش متحرك بالتوك توك ده الا لما اجيب 300 جنيه. يا نهار اسود ومنيل عليك، 300 جنيه عشان مشوار تافه زي ده؟ والله يا استاذه بقى توتو على كبوته. المشوار 10 دقايق. بقول لك ايه بقى، لا 10 دقايق ولا ساعه، هتجيبي 300 جنيه هطلع بالتوك توك، مش هتجيبي خلينا واقفين. يعني انت جايبني في طريق مقطوع عشان تستغلني وان انا ادفع لك غصب عني يعني ولا ايه؟ بتروي دراعي؟ والله بقى احسبها زي ما تحسبيها، وخلينا واقفين بقى لحد ما الدبه تتلم علينا ياكلونا. ايه يا استاذ في ايه يا استاذ؟ مفيش حاجه يا والنبي استاذ. يا جماعه والنبي تعالوا شوفوا السواق ده عشان ده عمال يفتري عليا. استغلك ازاي يعني يا استاذه؟ فهمينا طيب. وبعدين انت اللي جابك هنا. يا جدعان بالله عليكم، انا الراجل ده متفق معاه على المشوار ان انا هدفع له فيه 75 جنيه، جه راح قايل مره واحده ان هو وقف في المكان المقطوع ده وقال لي مش هتدفعي 300 جنيه مش همشيكي، هتدفعي 300 جنيه هطلع بالمكنه. انا يا بنتي يا كداب يا حيوان انت والله العظيم قال كده. حيوان؟ شايفين يا جماعه بتغلط فيا اهي. اخرس يالا. اسكت يالا زي ما بيقول لك كده. بالله عليكم كده؟ بالله عليكم يا جماعه حد يجي معايا والنبي ويوصلني. خلاص اركبي يا استاذه هوصلك، اركبي. ثواني بس يا انسه، انا عايز اعرف بقى لما انت اتفقت معاه على اجره، يعني ترضى ان انت توقفها في نص الشارع كده مش زي اختك دي يعني؟ يا ابني انت شايف المكان مقطوع وما ينفعش تسيبها هنا وما ينفعش اللي انت بتعمله. يا اخي اعتبرها واحده من اهل بيتك، انت تقبلها يا اخي؟ اتقي الله في ولاد الناس عشان ربنا يبارك لك، انت بتمشي على طريق. خلاص يا حاج انا هسمع كلامك، واتفضلي يا استاذه هوصلك زي ما انت عايزه. طب يا جماعه لو عمل اي حاجه اعمل ايه انا وقتها؟ خلاص يا استاذه بقول لك انا هوصلك زي ما انت عايزه، لا حول ولا قوه الا بالله. اركبي يا استاذه اركبي. اركبي يا استاذه، يا استاذه اركبي. لا حول ولا قوه الا بالله. اركبي يا استاذه اركبي. اركبي يا استاذه. مفيش بقى يا استاذه، قلت لك ايه؟ قلت لك خلاص. لا حول ولا. شفت يا عم عادل؟ شفت يا جدعان؟ الدنيا بقت ديابه، كله عايز ياكل كله. شوف يا عيني البنت عشان معاه لوحديها عايز يضحك عليها وياخد اجره منها زياده، وجاي موقفه في مكان مقطوع يا عيني عشان غصب عنها تدفع. شايف الناس؟ لا حول ولا. الناس اتغيرت، الناس خلاص قلوبها بقت سودة يا عم عادل. طب هنعمل ايه؟ وكل واحد جزاته على الله وربنا يحاسبه، انسان ما بيتقيش الله لا في اهل بيته ولا في نفسه ولا في الزبون اللي معاه. في ايه تاني يا اسطى؟ هو كل شويه ان انت توقف لي في مكان شكله وكل الاماكن مقطوعه؟ اسمع بقى يا استاذه، خير. هناك كانت في ناس وانت اتحملت فيهم، هنا بقى مفيش حد يتحمى فيهم. نهار اسود. يعني تجيب ال 300 جنيه وانت ساكته. طب انا مش معايا الفلوس دي، انا بقول لك على اللي معايا وانت وافقت يا ابن الناس، انا مش معايا دلوقتي. خلاص بقى خلينا واقفين. طب وانا اعمل لك ايه يا جدع انت؟ ولا تعمل اي حاجه. انت قدام الناس قلت ماشي، جاي دلوقتي تقول لي لا. هات يا استاذه ال 300 جنيه. معيش زفت خرانيله ب 300 جنيه. ايه ده بقى؟ هو انت تاني؟ هو مفيش الا انت بقى في المكان ولا ايه؟ انت فاكرها سايبه يا ابني ولا ايه؟ لا حول ولا قوه. هو مش عارف السواق ده ماله كده يا عم عادل. ايوه الحمد لله ان انتوا جيتوا، تعالوا بقى الحقوا الواد ده. هو انتوا بتطلعوا لنا في البخت ولا ايه؟ بخت ايه ياض؟ وعد لسانك وانت بتتكلم، كل الارض دي كلها بتاعتنا، سامع ياض؟ وبعدين انت حواراتك كترت قوي يا دي انت يا عم عادل، ما تتكلم. اتكلم اقول ايه؟ انسان ما عندوش لا اخلاق ولا ضمير ولا بيراعي ربنا في لقمه عيشه وفي الناس. سيبوه لي انا بقى. خلاص يا جدعان، خلاص يا استاذ كمل. لا والله العظيم ابدا، انا مش هركب مع الراجل المفتري ده غير لما حد فيكم يجي معايا يا جدعان.
صح، هي بتتكلم صح يا عم أيوة عادل. بتتكلم روح صح. انت معاها وصلها لحد باب البيت، والواد ده لو اتكلم هاته بالتوك توك وتعالى لي على هنا. ماشي، يلا يا عم عادل. اركب يا بنت. حول ولا قوه الا بالله. خلاص يا حاج كده يا سيدي. 75 جنيه يا كده يا ضلالي. بنت. كده. شغل الحركات دي عايزك تمشي في طريقك عدل، انا مش هسيبها الا لحد باب البيت. اطلع. والله يا حاج انا مش عارفه ان انا اقول لك ايه بصراحه على اللي انت عملته معايا ده. انت عندنا زيك ولازم نخاف عليكي. ما والله انا الراجل ده يعني برضو اول ما انت سبتونا لقيته مره واحده لا هتجيب ال 300 جنيه ومره واحده قفل المكنه، وانا كنت مرعوبه ان المكان ما فيهوش اي حد خالص. لا ما تشغليش بالك، كل الارض دي بتاعتنا وان شاء الله خير. قوم انت توكل على الله، قوم يلا يا حاج. قوم يلا. أجل. انت يا ابني لسه واقف؟ انت واقف ليه؟ والله يا حاج انا كنت مستناها لحد ما تطلع يعني، وكنت هوصلها تاني. تاني؟ لا يا استاذ هرجع فاضي يعني. احنا يا ابني ورانا مصالح، مش فاضيين عشان نوصلها رايحين ونوصلها جايين. خلاص يا ابني، انت ما حدش قال لك استناها. خلاص توكل على الله. انت يا جدع انت انت بس يا مش استاذ هرجع معاك، هي كلمه وخلاص. يا استاذ يعني يرضيك ان انا امشي فاضي يعني؟ بقول لك ايه يالا، انت عيل ملاوع وكذاب ومحوراتي. اقول لك على حاجه كمان، انا يمكن كنتش عارفه ان انا اقولها لك اصلا عشان كنت لوحدي، بس والله العظيم انت لو اختك اللي كانت مكاني في الموقف ده وقابلت واحد بنفس شخصيتك انت كنت مسكته دفنته مكانه. صح ولا لا؟ روح يا ابني هترضى ان ادفن حد نفسك. يفتري؟ روح هترضى يا ان ابني حد ادفن يفتري نفسك عليك؟ بدل ما ندفنك. روح يا انا ابني. مش عارف انتوا مكبرين الموضوع قوي يعني. انا قاعد سواق توك توك على باب الله غلبان. ده ربنا قال لك ان انت تتقي ربنا في شغلك وفي ضميرك وفي عملك، ان عملك تقدمه على احسن وجه. تيجي ان انت تفتري عشان لقيت بنوته لوحدها كوت وفي عز النهار ما معهاش اي حد، وانت حتى انا بقول لك في اول الكلام ان وانا معايا المكالمه بقول انا حاجتي كلها اتسرقت، وبقول لك ان اللي جاهز بس معايا 75 جنيه، تيجي ان انت تفتري وتقول لي هتجيبي 300 جنيه ولا مش هتجيبيهم؟ طب حقك تقصد ايه بالكلام ده يا يا سيدي؟ استاذ، حقك عليا، انا اسف والله، واوعدك ان انا راجع فاضي. يا ست الاجره كانت ب 75 جنيه، استاخد يا منك سيدي المشكله 20 مش جنيه في بس. كده، ايوه المشكله يا مش في كده. ايوه ادي المشكله تمسكن يا ادي تمسكن يا حاج المشكله مش يا في ابني كده لو والله. ببلاش مش هنركب معاك. برضو انت فاهم غلط يا استاذ. انت يا جدع انت لو اي واحده مكاني بلاش ان انا هتعمل برضو معاها موقف زي ده. بقول لك انا بقول لك الكلام ده عشانك انت والله. ما تروح تخبط على البيوت وتركب الناس كده يا بنت. خلاص يا اخي انت لا يا لا حاج، لا، مش لا. هتركب معاك يا اخي. قول انك بلطجي احسن أدي. ما تجيبها في شغلانه. يا جدعان بس احنا على باب الله، يلا رزق يا اخي يرزقكم على روح الله. يا اخي، ده انت ماشي في رحمه ربنا. رزق يرزقكم على الله. روح. اهو زي ما انت شفت كده يا حاج، المصايب انت ما تعرفش جايه لك منين ولا ازاي ولا في انهي وقت اساسا. سبحان الله، في اول اليوم اتسرق واجي نركب مع واحد يكون عايز ان هو يجي عليا ويفتري عليا وياخد فلوس اضعاف من اللي هو متفق معايا عليه، ويقول لي البنزين رفع مجرد ما انت ركبت. بنزين ايه؟ ما انت كده كده اصلا انت حاطط البنزين بتاعك وبالسعر القديم، ليه ان انت تيجي عليا في السعر الجديد؟ بنت الموضوع من الاول للاخر غلط. انت المفروض ما تطلعيش لوحدك، واذا ركبت التوك توك تركب يكون في جنبك واحده ست اتنين تونسوا بعض عشان ما حدش لا يطمع فيكي. لان يا بنتي المال السايب بيعلم السرقه، يعني لما يلاقي واحده زيك لوحدها هيعمل ايه؟ وهو انسان طبيعي قذر ومش متربي. عندك حق، يعني عندك حق، بس انا برضو كان لازم ان انا اقول له الكلام ده عشان لو اي واحده مكاني بقت معايا في نفس موقفي ما يجيش عليها ولا يفتري. وانا وهو ماشي كده انا خدت بالي ان الواد برضو يعني عيل غلبان، بص كده بصه واللي هو انب نفسه. اهم حاجه بس ان يكون يا رب ان هو ضميره يكون صحي. اوعى تحطي غلبان دي تاني، اللي يصعب عليك يفقرك، هو ده الغلط بنفسه. امشي صح ومالكش دعوه بالغلبان والسليم. عندك حق، يلا. شكرا لك يا عم. ربنا يستر عليك انت واللي زيك. الله يكرمك بعد اذنك.